عمرك سألت نفسك لو الفيل عايز يقابل صاحبه بيعرف مكانه إزاي وسط الغابة الواسعة دي؟ أو إزاي النحلة بتقول لزمايلها تعالوا هنا في عشا فاخر؟ الموضوع مش مجرد هوهو ونمنمة، ده فيه شفرات ورقص وعطور وحتى رسايل بتتبعت تحت الأرض. النهاردة هحكي لكم عن أغرب موعدات في كوكب الأرض. ركزوا معايا عشان اللي هتسمعوه النهاردة هيخليكم تقولوا سبحان الله. نبدأ بالأفيال. العمالقة دول بيستخدموا تقنية متطورة جداً، بيطلعوا أصوات بترددات واطية جداً إحنا كبشر ما نسمعهاش، لكن الأصوات دي بتمشي لمسافات كيلومترات طويلة تحت الأرض. الفيل بيحس بالاهتزازات دي برجليه وبيعرف صاحبه بعيد عنه قد إيه وموجود فين بالظبط. نروح بقى للنحل. النحل لما بيلاقي مكان فيه ورد وفيه رحيق كتير بيرجع الخلية ويعمل رقصة اسمها رقصة الهز. الرقصة دي مش مجرد دلع، دي خريطة دقيقة جدا بتقول لباقي النحل الاتجاه والمسافة بالظبط بالنسبة لمكان الشمس. تخيلوا. أما في أعماق المحيطات الحيتان بتغني. غناء الحيتان ده عبارة عن رسائل ومقطوعات موسيقية بتسافر عبر المحيط كله عشان الحيتان تقابل بعضها في مواسم الهجرة. والمدهش إن كل مجموعة ليها لهجة خاصة بيها زينا كده. وفي عالم الحشرات الموضوع كيميائي بحت. النمل مثلاً بيمشي يسيب وراه ريحة اسمها فيرمونات، دي زي الجي بي اس اللي باقي النمل بيمشي عليه عشان يوصلوا لبعض أو لمصدر الأكل. ده غير الطيور اللي بتغير ألوان ريشها أو تعمل رقصات استعراضية عشان تشد انتباه الشريك. كل حيوان وله وسيلة تواصل مذهلة بتثبت إن الكون ده مفيش فيه حاجة ماشية بالصدفة. في النهاية لغة التواصل مش بس كلام، دي إحساس وإشارات بتمكن الكائنات دي إنها تعيش وتستمر. قولولي في التعليقات إيه أكتر طريقة تواصل استغربتوها؟